السلام عليكم، تحياتي لحضراتكم، تحياتي لكل الأحرار والشرفاء، تحياتي لكل القابضين على كلمة الحق. لسه دلوقتي شايف إشعار لفيديو بعنوان ناس اتقبض عليها في ثورة الكوارع. ثورة الكوارع، ما علينا، خلينا الكوارع. طيب، الحقيقة أنا شفت الفيديو ده، والحقيقة أنا مش عارف أجيبها لكم إزاي. يعني إحنا لما بنقول لحضراتكم مش كل واحد فتح لكم كاميرا ولم شويه مشتركين بالنسبه له زباين بياكل وراهم عيش، لانه فاتح الاعلانات والربح وعمال يجمع. فانت سيادتك يعني عايز تشم اي نفس حريه، وفاكر ان الناس دي ناس عندها ضمير اصلا، او الناس دي ثوريه او كده. الناس دي تجار، الناس دي ارزقيه عايشين للسبوبه. هاخد اهم النقاط العريضه جدا اللي سمعتها في الفيديو ده، واللي تثبت لك ان كل كلمه قلتها لسيادتك كانت صح. ما تمشيش ورا اي حد لا دارس حاجه ولا فاهم حاجه ولا عنده مشروع ولا عنده برنامج ولا عنده اي فكر غير ان هو بس يقول لك انزل. هو عارف ماذا بعد، انت اللي ما تعرفش ماذا بعد. هو فاهم بيعمل ايه ومين اللي وراه ومين اللي مشغله ومين اللي عايز يعني يشطب لك على اخر ما تبقى في الماده الخام اللي ممكن تصنع التغيير. وهو حضراتكم اللي بتنزلوا وتسمعوا الكلام، لان انتوا يعني متعطشين للحريه، متعطشين لاي نفس حر. خلاص اتضاقت انا عارف في مصر على الكل، وانت عايز مستني يا عيني كالعاده، مستني تشوف اي بريقه امل. الناس دي بتصطاد في مال عكره. طيب قلنا لك، بيقول لك انا لسه سامع الفيديو، بيقول لك انزل مص قصب. وانت بتمص قصب بيتمسك ليه ناس؟ لا اله الا الله. طب ما احنا قلنا مليون مره ما فيش حاجه اسمها انزل مص قصب وطبق طبل على الحله وكل جيلاتي ايه القرف ده؟ ايه يعني ايه ده؟ ايه المسمى ده؟ اسمه ايه؟ مسمى لايه؟ هل دي ثوره ولا انتوا بتستعبطوا؟ وقلتوا للناس في الفيديوهات السابقه البسوا مره اسود ومره قلت لهم البسوا ابيض. ولما بنيجي نقول تعالوا واجهونا يهرب. الاشخاص دي كلها يعني هم كلهم كده، الشله دي تهرب كلهم على بعض والله العظيم. هم اللي لامين الناس حواليهم وعاملين ان هم ثوار يهربوا. بيقول لك طيب انتوا بتقبضوا على الناس ليه؟ وعمال يشتم في الحكومه. طب يعني انت بتسهل عمليه القبض على الناس، ما انت ترجع تشتم في الحكومه. طبعا الحكومه ما احنا عارفين، الحكومه دي ما احنا فاهمين كويس راسها من رجليها واساسها من اصلها من فصلها، وعارفين كل حاجه. خدامين لمين وجايين يعبدوا لمين وجايين يخدموا على مصالح مين. ده حتى مش بس بيخدموا على مصلحه النظام، دول بيخدموا على مصلحه الكيان. طب ما انت عارف كده. وانتوا كلكم اللي بتكلموا الناس تقول لهم يعني انزل مص قصب وخبط في الحله والبس مره ابيض والبس مره اسود. يا فاجر انت وهو، يا فاجر يا تاجر، يا كل اللي انت يعني مستنيه من الناس اللي بتسمعك بس القرشين اللي بيجوا من وراهم من الفيديوهات. يا فجر انتوا، اقسم بالله فجره. قال لك ايه وهو يعني وهو بيتكلم يقول لك ايه؟ يقول لك اصل يعني مش معقوله انتوا بتفتشوا في تليفونات الناس. ما انت عارف ان هم بيفتشوا تليفونات الناس، ما انت عارف ان الناس دي اصلا ما عندهاش قانون. هو في قانون؟ هو في دستور؟ طب ما انت عارف الكلام ده مسبقا. طب بتسلم الناس ليه؟ حد يقول للناس انزل كل جيلاتي وروح وطفي النور وخبط في الحله. لو انت راجل صحيح ولو عندك بشلن رجوله، انت واللي معاك اللي مخبيه نفسها ما بتكشفش على الرجاله دي، قولوا للناس تنزل فعلا وادعوهم لثوره حقيقيه، ادعوهم ينزلوا لتغيير حقيقي، مش ينزلوا يتسلموا. لما قلنا الكلام ده مليون مره الناس قالت لك لا الناس ديت بتتسلى بيكم وهتسلمكم واحد. الناس ديت لا عندهم فكر ولا فاهمين اي حاجه، والناس هواه ده في احسن تقدير ليهم او في انظف تقدير ليهم. اما كانوش الناس ديت تابعين لاجهزه، ولو مش تابعين لاجهزه الناس دي عندها فعلا اجنده، لكن اجنده مخفيه عنك انت. هو اللي عارف بس بعد ما انت ما هتنزل ويستغلك بس النزول هيجيب مين وهيعمل ايه. انما لما قلت لسيادتك في خريطه طريق واضحه وسبق دراستها وعرضها على سيادتك بمنتهى الشفافيه وحسن النيه، طلع لنا ناس تقول لك لا ما تضربش في مش عارف مين. الناس بتتسلم اهي، الناس اتمسكت. واسالوا خالد علي المحامي. ده الكلام ده مش كلامي على فكره والله، يعني الكلام ده مش اللي انا بقوله ده هو كلامي انا، لا ده كلام صاحب الفيديو. قال لك خالد علي المحامي في مصر هو اللي نشر ان في ناس على صفحته ان في ناس اتمسكت واتقبض عليها بسبب الكوارع، بسبب لا مؤاخذه المسلسل الحمضان بتاع ان احنا ناخد من على قفا الناس ونعمل فلوس من على قفا الناس ومشاهدات الناس واشتراكات الناس في قنواتنا فلوس، ولكن نضحي بيهم ونرميهم في الهويه. راجل يقول لك غير، بس تغيير فعلا يكون ايجابي يجيب نتيجه. يعني اللي بينزل لمؤاخذه يعمل ثوره وبيدعي لثوره وتغيير ما بيخبيش وشه ولا بيخبي دقنه، الزمار ما بيخبيش دقنه، لكن هو الحقيقه مش عاوز حد يقول عليه انه دعم. انا بفهمك بس النفسيه بتفكر ازاي وانت الضحيه طز. النفسيه بتفكر ان هو لو اتحسبت عليه انه دعا والناس ما نزلتش يتحرق زي محمد علي، يتحرق زي اي حد دعا كذا مره وقال لك يلا انزل، يعني مع عبد الله الشريف مثلا في 11 دعا، او معتز او اي حد تصدر المشهد وقال لك يلا انزل وحط رجلك في الشارع.
واتحسبت عليه يعني، فهو مش عايز آلية تتحسب عليه. كل اللي انت بتعمله ده ايه؟ يعني الناس اللي عماله تتسلم دي ايه؟ ببلاش يعني. الناس دي بتتسلم عادي جدا، قراطيس لب، هم عيدان قصب، قال انزل مصمص قصب وكل جيلاتي. اقسم بالله العلي العظيم انتوا تستاهلوا، انتوا تستاهلوا، انتوا رايحين برجلكم للهويه. الناس دي مش بتاعت ثوره، الناس دي عارفين اجندتهم ايه وعارفين هيجيبوا مين، واقسم بالله ما هيقولوا لكم. قول له كده، قول له ماذا بعد، والمصحف ما يرد عليك. قول له انت، هيقول لك ماذا بعد بتاع الشعب. الشعب غلبان مش عارف حاجه. الشعب فعلا وصل لمرحله انه عايز بس يشوف التغيير، ان الراجل ده يمشي، والحقيقه ان مش هي دي، مش هو ده التغيير. مشيانه مش هو التغيير، مشيان النظام الكامل هو ده التغيير. دولة عميقة هو ده التغيير. اسأل أي حد من اللي بيقول لك انزل، أنت نازل ليه؟ وعايزني أنزل ليه؟ هيقول لك انزل بس نشيله، وهو عارف بعد كده هيعمل إيه، وأنت آخر من يعلم. كل واحد عنده أجندة خفيها، المهم يستخدمك أنت. ولما بنيجي نقول لسيادتك إحنا عندنا تصور كامل، اتداس علينا، سبتنا يتداس علينا. الناس اللي فرحانة بالزفة الكدابة والزطر الكدابة، أدي الناس بتتمسك في مصر عشان شويه العيال السرسجيه بتوع السبوبه، بتوع يلا اشترك في القناه، واهم حاجه اما تلاقي اعلان. انت برضو يا مواطن يا مصري اللي بتحب الثوره وعايز تغيير، خش اسمعه للاخر، اديله فلوس، ساعده يستخدمك كسبون. في حد اصلا نظيف يقبل ياخد قرش في قضيه بلده اللي بيحبها ويستنفع من وراها؟ الناس بتتسلم وهو نفسه بيقول لك بيفتشوا موبايلات الناس عشان يعرفوا ان هم بيسمعونا. طب ما انت عارف كده، تقوم كل شويه تقول لهم قياس جاهزيه. اقسم بالله رخص ما بعده رخص. بقى انا ابقى عارف ان في ناس بتتسلم وان في ضرر واستمر. ده اقسم بالله العلي العظيم، ده انت لو شغال معاهم تجنيد مش اجباري اختياري، ده انت لو داخل تقدم في الكليه الحربيه ما هتقدم فروض ولا وطاعه زي كده وتخدمهم الخدمه دي. ده انت واقف على سور كليه الشرطه عشان زي اي عبد مشتاق عايز يدخل يعني يمسك ابنه السلطه. مع النظام ده تحديدا في الفتره دي تحديدا، والله ما هيعمل اللي انت بتعمله. انت بتخدم خدمه يا اخي، اتقي الله يا اخي. انتوا كلكم بتروحوا نتيجه المرض النفسي اللي بينتاب هؤلاء الرخاص، اهل السبوبه اللي بيستخدموكوا عشان يجيبوا من وراكوا دولارات. كل ما بقول لكم الكلام الحقيقي ده انا بتهاجم اكتر، وبيتقفل لي قنوات اكتر، وبيلحقوني اكتر من النظام واكتر من الكيان. انا ثابت ومش هتغير، اقسم بالله لاخر نفس فيا ثابت ومش هتغير. تغيير يعني تغيير، يعني تكون عارف راسك من رجلك من قبل ما تنزل، واحنا محضرين لك وقايل لك في حاجه اسمها خريطه طريق ومرسوم دستوري ثوري. خريطه الطريق هي الشق الميداني، الشارع والساحات والميادين. المرسوم الدستوري الثوري ده خاص باستحقاقاتك الدستوريه والمسار الدستوري اللي من خلاله هتتعامل مع المجتمع الدولي. زي ما اي ثوره قامت ما حدش بيتعامل مع الشارع والميدان، الناس بتتعامل في النهايه مع اداره، مع دستور، مع حكومه. ماذا بعد اللي هم بيخبوها عنك؟ عايز تفضل افضل. انا ما بكلش ولا ملي ولا حد ابدا هيخليه يقول كلمه تخالف ضميري. الناس دي كلها تجار، بس انتوا اللي مضرورين، انتوا اللي كل يوم يتحبس منكم شويه. مش كفايه في السجون، لا يطلع لنا كمان بابا نويل والمرقعه اللي معاه اللي بتخبي وشها ما تكشفش على الرجاله عشان ايه؟ تسلم الباقي. بقيه الناس اللي هي يعني البقايا اللي هم خارج السجون والمعتقلات واللي ما هربوش وعرفوا ينفدوا بجلدهم واللي في المنفى، دول اخر ناس تبقت وكمان عايزين يخلصوا عليهم عشان المرض النفسي اللي راكبهم او الاجنده اللي بتحركهم. عشان اكون صريح معاكم، معلش كان لازم اقولها لكم وتخرج كده واستحملوها. ما انتوا ما استحملتوا حاجات. انا ما بتغيرش، وما فيش عندي حاجه اسمها ان انا احيد عن الحق، والحق احق ان يتبع. اللي عاجبه واللي مش عاجبه انا اعتبروني بكلم نفسي. بس افتكروا ان زمان في ناس قالت لكم كل اللي بيحصل كان هراء بعد يناير، والتجربه والزمن لما خرج وطلع بيكم لقدام اثبت لكم ان هم كانوا صح، وكل اللي انتوا كنتوا بتثقوا فيهم كانوا غلط. اللهم ثبتنا. السلام عليكم، واشوفكم في لقاء جديد ان كنت من اهل الدنيا.